قالت لي هموت على اكلة سمك من سمك السويس. رحت قلت لها بتتكلمي في ايه؟ ده انت جايه في ملعبي، السمك ده اقل حاجه بنعملها حاجه كده منتهى الروعه والجمال. تعالوا هندخل على طريقه عمل السمك. هو المفروض ان ده اقل سمك عندنا في السويس، بس بتكات وحركات احسن نوع سمك موجود عندنا. يلا هندخل على مقاديرنا والطريقة. بس قبل ما نبتدي كده الفيديو نصلي على النبي كتير كده عشان تحل بركة رسول الله في الفيديو، وما تنسيش تحطي اللايك. طبعا انا اول ما ابتديت بالسلطة كده، انا قعدتها في شوية خل ومية. بما اني بقى هنعمل سمك يبقى لازم السلطة خيار طماطم فلفل كزبرة خضراء، وكمان شوية من الخس. حطيتهم كده، نقعتهم في شوية خل بمية كده وسبتهم شوية عشان لو في اي بكتيريا ولا اي فطريات ولا حتى اي شوائب او اتربة او كيماويات تطلع كلها بشوية الخل اللي حطيناهم. طبعا انا علشان ما بنزلش اليومين دول، نزلت بنتي جابت نوعين من السمك، وهو باغة مبرومة، يعني باغة تكون كبيرة كده، والشبار اللي هو ناس كتيرة قوي في جميع المحافظات بتسميه البلطي. هو نيلي مش بحراوي، يعني مش من البحر، هو من النيل او مزارع، يعني على حسب ما بتجيبوه. بس في كل الاحوال هو طعمه حلو جدا جدا وبنعشقه. والنوع تاني اللي اسمه باغة، بس باغة كده كبيرة عاملة زي بالظبط الكاسكومري الكبير المتلج، وده هو اللي موجود في السوق حاليا. تعالوا بقى نقعناهم في شوية خل. انا نضفتهم كده وسبت القشر بتاع السمك الشبار او السمك البلطي او النيلي علشان خاطر اللهم صل على كامل النور هنشويه، فالجلد بتاعه ما يتبهدلش مننا. فسبت القشر بتاعه علشان خاطر وقت ما نشوي او وقت ما نحطه في الردة بياخد طبقة كده حلوة، لاني حرفيا بيتشوي بقى بطريقة بسيطة جدا، وممكن ياكل شوية من اللحم لو نضفتيه وشلتي القشر بتاعه. انا هنا سبته شوية منقوع في الخل بالمية زي ما انتوا شايفين، بصوا اللون اللي هي منزلاه. وبتعرفي السمك الطازة لما بيكون الخياشيم بتاعته كده زي ما وريتكم في الاول بيبقى فيها دم، طول ما هو الدم بتاعه احمر كده يبقى هو كده طازة وزي الفل. وكمان الشبار علشان انا ضامنه يعني جودته وان هو حاجه نظيفه وطازه وصبحه، بيبان قوي من لونه، لون الخياشيم بتاعته بتبقى حمرا شويتين. نقعته شويه في الميه والخل، ودي تكه من تكات الزفاره، ما بتخليش فيه ريحه زفاره خالص مع انه سمك والطبيعي بتاعه، بس حرفيا لما بتشويه بالطريقه دي او بتنقعيه في شويه الخل والميه مش بيخلي فيه ريحه زفاره. تعالوا بقى ندخل في المرحله التانية وهي اقوى مرحله. عندك اي طاسه قديمه محروقه من بره من جوه متبهدله، طاسه قديمه جريل قديم مفيش فيه اي مشكله، هاتي الغطا بتاعه وهاتيه كده حطيه على النار، ارفعيه وانزلي عليه بمعلقتين من الزيت، وغطاسي السمك في الرده. ودي طبعا خطوه اختياري، لو حباه بالرده غطسيه في الرده كويس جدا، خليه متبطن من فوق ومن تحت كله رده، وانزلي بيه في الطاسه اللي قلنا عليها. ويفضل ان هي تبقى طاسه محروقه عندك، لاني بتعمل دخنه كده وبتتبهدل سواء من جوه او من بره. زي ما انت شفتي انا حطيته وخليت عليه النار متوسطه، واوقات كنت بوطي، يعني بنزله في الاول على نار متوسطه او عاليه، وبعد كده ببتدي اهدي النار وبغطيه. طب ايه لازمه الغطا اللي بيتغطى؟ اولا علشان يستوي من كل الجوانب، حتى لو اللهم صل على كامل النور ما تلمس، يعني مثلا السمك ما لمس الطاسه، بس هو كده ولا كده بيستوي بالبخار اللي خارج من ملمس السمك بالطاسه. وبتطعميه بشويه زيت، قد معلقتين زيت، وما تكتريش عشان يدي ريحه الشوي واللون بتاع الشوي بتاع بره. تعالوا بقى هنعمل الخلطه بتاعتنا الجامده جدا بتاعت السوايسه، حاجه كده فوق ما تتخيلي، تحفه. عندك معلقه من هريسه الشطه او فلفل احمر مشطشط او على حسب انتي بتحبيه ايه، هتنزلي بيها في طبق وهتنزلي عليها بليمونه، ومعلقه من الملح، تظبطي ملحك طبعا على حسب الرغبه، ويدوب فص توم واحد بس، وما تكتريش في التوم عشان ما يديكيش ريحه مش حلوه. وكمان هتنزلي عليه باساس الخلطه وهي الكمون والكزبره. زودتي بقى شويه خل وكملتي عليهم حبه ميه،
خليه بقى السقسقه ده او خليط السقسقه ده هو اللي بيدي للسمك طعامه ملهاش حل. طلعتي السمك وهو سخن زي ما انتي شايفه على طول، ما تخليش، اسقيه على طول وهو سخن بمعلقه واحده، حرفيا معلقه واحده او معلقه ونص من الخليط اللي احنا عملناه الاول علشان الطاسه ما تتحرقش مني وانا كده مولعه عليها. فنزلت عليها بمعلقتين من الزيت ونزلت بيها او فيها بالسمك اللي احنا قلنا عليه اللي هو الباغة. وطبعا يفضل ان انتي لما تيجي تنضفيه بالفرشه اللي انا وريتها لك في اول الفيديو. طبعا بتخليه من جوه نظيف مفيهوش اي دموم وزي الفل، يعني مش بتحتاجي ان انتي حتى تغسليه تاني تحت الحنفيه. حطيت طبعا نزلت السمك في الرده ونزلت بيه في الطاسه زي ما انتوا شفتوا، قفلت عليه برضو بتكون النار عاليه شويه او متوسطه، وبتحطي السمك وبتغطيه 10 دقايق من الناحيه دي و10 دقايق من الناحيه دي لحد ما ياخد اللون الاسمر الحلو ده اللي انتوا شايفينه بتاع الشوي بتاع بره. فبتقلبيه وما تقلقيش من اللون اللي انت شايفاه ده، لاني وقت ما بتنضفي او لما بتيجي بتاكلي السمك بمعلقه كده بتكحتيه كحته ما بيبقاش فيه اي حاجه. لو حابه اللون اخف شويه قلبيه من وقت للتاني، بس ما تقلبوهوش وهو طري عشان ما يتهريش منك. ده طبعا شكل السمك بعد ما اخد له لون من الجنبين. فطبعا انا كنت حاساه طري شويه فوقفته كده بالجنب عشان خاطر لو في حته مش مستويه او حته طريه ياخد السوا كله المظبوط ويبقى من جوه كله نفس اللون ونفس الشكل ونفس الشوي في كل منطقه فيه. خلاص لقيته كده خلاص ظبط الدنيا. بطلعه كده وبحط السمكة التالتة اللي قلتلكوا عليها الشبار. انا كنت جايبة 3 وكيلو من السمك الباغة زي ما انتوا شايفين، بما انه اللهم بارك كبير ف4 سمكات وزنه كيلو. الخلطة اللي انا بقولكوا عليها دي خلطة تحفة وريحتها وطعمها فوق ما تتخيلي، عاملة حرفيا زي ما تكوني بتعصري ليمون على كده. زي ما انا قلتلك معلقه من هريسه الشطه ويدوب فص ثوم مهروس ما تكتريش عن كده، وشويه من الخل وعصره ليمونه او عصره ليمونه ونص على حسب الكميه اللي بتعمليها، ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ومعلقه كمون هي اللي بتديله الطعامه الجامده دي. وزي ما انتي شايفه بتسقسقي يدوب، بتدي كل سمكيه بتطلع وهي سخنه جدا بتديها معلقه او معلقتين من الخليط اللي احنا عملناه. خلصنا بقى الشوي السمك وكنا طبعا اللهم بارك عملنا شوية السلطة طعمناها بشوية ملح وشوية بابريكا او حتى شوية شطة وشوية كزبرة وشوية كمون روح السلطة وعصرة ليمونة، ولو موجود فيه شوية خل فيه. ما فيش بقى ممكن تحطي الخلطة اللي احنا حطيناها دي مطعمة بكل التوابل وكل الحاجة اللي حطيناها في السلطة او اللي انتوا حابين تحطوها في السلطة حطيناها في الخليط السقسقة اللي احنا قلنا عليه. لو حابة بقى تعملي السلطة من قبلها بشوية عشان تنزل ميتها الجميلة دي اللي بنعملها في كاسات، ما فيش مشاكل اعمليها واركنيها. لو مش حابة اعمليها في نفس ذات الوقت وطلعيها زي ما انتي شايفة. انا طبعا عملت معاها رز ابيض زي ما انتوا شايفين وحبة السلطة الجامدين جدا جدا، واكلة السمك مش محتاجة اي حاجة. وبما اننا سوايسة بقى فاحنا بنعشق حاجة اسمها سمك مشوي وسمك مقلي، حاجة كده بيبقى حاجة تحفة. جربوا الوصفة دي بالتكات والحركات اللي قلتلكوا عليها، ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وانتظروا مني الجديد كله. طبعا احنا السواسة لا يعلى علينا في وصفات السمك، يعني تاخدوا الوصفة معتمدة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. كان معكم اسماء، والسلام عليكم ورحمة الله.